السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم معايا من جديد معاكم سالي من قناة سالي هوم. النهارده إن شاء الله فيديو جديد عن ترتيب وتنظيم المطبخ قبل رمضان. عملنا قبل كده الجزء الأول والتاني والتالت، والنهارده إن شاء الله كده هنستكمل مع بعض سلسلة تنظيم وترتيب المطبخ قبل رمضان، وهنعمل مع بعض الجزء الرابع. واللي ما شافش الأجزاء اللي قبل كده هاسيبها له تحت في صندوق الوصف، وأتمنى تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا كده نبدأ ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول فكرة معانا النهارده هاجيب كده علبتين بلاستيك، أي علبتين عندك. دي مثلًا كانت علبة حلاوة، والعلبة التانية دي برضه كانت علبة تلاجة مكسورة. هابدأ كده أستخدمهم بالطريقة ديّة. هاقص الغطا بالشكل ده كده من النُص زي ما أنتم شايفين، وهاغلفه بالستيكر. هاغلف العلبتين بالستيكر. آآ لو أنتِ حابة تسيبيهم زي ما هُم سيبيهم، بس الأحسن يعني عشان خاطر برضه يبقى شكلهم حلو، إن إحنا نغلفهم كده بأي ستيكر. الستيكر ده مش غالي خالص. الباكرة بحالها كنت جايباها ب25 جنيه، وبتكفي كتير أوي، بيبقى فيها ييجي 5 متر. بتعملي منها حاجات كتير أوي، بتفضل معاكِ يعني مستمرة. بالمناسبة بقى أحب أشكر كل اللي نورني جديد في القناة، كل اخواتي وحبايبي اللي عملوا اشتراك للقناة وعملوا لي لايك للفيديوهات اللي قبل كده. أنا مبسوطة جدًا بيكم وفرحانة. حسيت إن أنا تعبي ما راحش على الفاضي، يعني أنا حسيت إن تعبي ومجهودي ما راحش على الفاضي. وبالذات التعليقات اللي فيها دعوات جميلة وكلام حلو، والله العظيم أنا مبسوطة جدًا بيكم. ربنا يجازيكم خير، كل واحدة قالت لي كلمة حلوة ربنا يجازيها خير يا رب، ويا رب كل أخت دعت لي دعوة حلوة من قلبها يا رب لكِ بالمثل وزيادة، اللهم آمين يا رب العالمين. أي واحد بيدعي دعوة حلوة لحد بظهر الغيب بتترد له من الملايكة طبعًا، بيقولوا له ولك بالمثل. إن شاء الله كده دايمًا أعمل لكم الفيديوهات الحلوة اللي تعجبكم وتفيدكم وما تضيعش وقتكم على الفاضي بإذن الله. خلاص كده خلّصت تغليف العلبة وبقت بالشكل ده كده، وعملت كمان العلبة التانية، بقت كده معانا واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. طبعًا هي شبه علبة المناديل. أنا هاستخدمها في إيه، هاستخدمها في تنظيم الأكياس بتاعة التلاجة، الأكياس اللي بنحط فيها الأكل يعني. العلبة الكبيرة هاحط فيها الأكياس الكبيرة اللي هي الحجم بتاعة الكيلو، اللي بتاخد كيلو. والعلبة الصغيرة برضه هاحط فيها الأكياس الحجم اللي هو بيبقى نُص كيلو. طبعًا الاستخدام بتاعها بقى سهل، وفي نفس الوقت شكلهم حلو، وهيبقوا منظمين كده في الضلفة بتاعتِك أو في درج المطبخ، ومش هيعملوا لِك أي كركبة. تمام كده، خلّصنا الفكرة الأولى، ندخل على الفكرة التانية. تاني فكرة معانا النهارده هاجيب كرتونة بالشكل ده كده وأبدأ أقصّها بأحجام متساوية. تمام. يعني على شكل مستطيل كده، وهاقص على قد ما الكرتونة تجيب معايا يعني. يعني الكرتونة دي هتعمل لي 4 قطع من الكرتون بنفس الحجم. خلاص قصيتهم كده بالمقص وبقوا بالشكل ده، وهاعمل كل 2 مع بعض. طبعًا أنا عايزة 3 كل واحدة فيها 2 مجوز، فأنا جبت كمان قطعتين أهوّة من كرتونة تانية، وهابدأ كده أغلفهم بالستيكر بالشكل ده. ده كده شكلهم. هاجيب كمان كده قطعتين من الكرتون الصغيّرين، وأبدأ كده كنت أنا معلّمة كده المسافة اللي أنا عايزاها. هابدأ أثبّت كده من فوق ومن تحت. ده منظّم أنا عاملاه، هاقول لكم دلوقتي عاملاه هانظّم بيه إيه بالضبط، بس خليكم معايا. هاثبّت كده بمسدس الشمع، وخلّي الحتّة اللي أنت هتلزقها في الكرتونة ما تبقاش متغلفة بالستيكر، يعني الحرف بتاع الكرتونة أنا شايلة منه الستيكر عشان خاطر كرتون على الكرتون بيلزق جامد، إنّما الستيكر ما بيلزقش أوي بمسدس الشمع. خلاص. هاجيب كده قطعة من الكرتون صغيّرة وأعمل كده زي دعامة للمنظم بتاعي عشان يبقى قوي كده وما ما يتحركش من مكانه. تمام. هاعمل كمان كده الجزء اللي بعده لحد ما خلّصت ال3 قطع. المسافات مش قد بعضها لإن أنا مش عايزاهم قد بعض. هاكمّل كده وأثبّت في الجزء التاني. وهاعمل كده
قطع من الكرتون من الجنب من اليمين والشمال عشان تبقى قوية اكتر. لو انت لسه بتشوفيني لحد دلوقتي ده في الفيديو، انزلي اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اول باول. ان شاء الله كده هعمل فيديوهات حلوة الفترة اللي جاية عشان خاطر رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب، كل سنة والأمة الإسلامية بخير. اشتركي بقى في القناة وفعلي زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة توصلك بإذن الله. شايفين كده قربت اخلص اهوت المنظم، وعملت له كده برضو نفس اللي عملته في الناحية التانية بعمله في الناحية دي برضو، بحط كده دعامات عشان خاطر يبقى قوي. هغلفه بقى بالستيكر كده علشان يبقى كلته شبه بعضه كده ويبقى شكله حلو. خلاص كده المنظم بتاعي بقى جاهز للاستخدام. ده شكله النهائي، اتغلف كده من كل الاتجاهات وبقى شكله حلو. هنظم بيه بقى جزء كده من المطبخ، هحطه كده في الدرج بتاع المطبخ. الدرج ده من اللي هو اللي بيبقى عميق شوية. تمام. هنظم فيه كده الطاسات بتاعتي والكسرولات واي حاجة بقى انت حابة تنظميها. ممكن تحط الصواني لو الدرج ياخد يعني العلو بتاعه الارتفاع بتاعه ياخد، ممكن تحط فيه الصواني. هنا حطيت فيه حاجات كتير اهو. ده بقى شكله النهائي. منظم جدا وحلو وسهل في الاستخدام. اتمنى فكرة المنظم ده تكون عجبتكم. لو عجبتكم انزلوا حطوا اللايك وكملوا معايا بقية الافكار. تالت فكرة معايا النهاردة، هجيب البرطمانات ديت. البرطمانات دي انا مجمعاها اصغر حجم عندي، هعمل منها كده طقم للتوابل. طبعا انا كنت مجمعاهم وغسلتهم كويس وشلت اللزق اللي بيبقى موجود عليها، وهبدأ كده انا استخدمهم في عمل طقم للتوابل. هما كلهم حجم واحد، وده بيبقى شياكته ان هو بيبقى حجم واحد ونفس الشكل، وبيبقى شكلهم كده منظم وشكلهم ايه، يعتبر طقم. خلاص هغلف كده الغطا بتاعهم بستيكر حراري. طبعا اي ستيكر عندك ممكن تغلفي بيه. انا حبيت الستيكر ده كده بيبقى شكله زي الطقم الجاهز اللي هو بيتجاب بتاع ايكيا، بيبقى الغطا بتاعه نفس اللون ده بالظبط. خلاص كده خلصت تغليف كل الغطيان، وهبدأ كده اعبي البرطمانات بقى بتاعتنا بالتوابل بتاعتنا. جنزبيل بودر وقرفة وبابريكا. طبعا احنا بنجيب الحاجات دي من عند العطار، بتبقى سعرها رخيص عن الحاجات اللي بتبقى متغلفة وفي السوبر ماركت. دلوقتي بقى بندور على الحاجة اللي فيها الوفر والحاجة اللي فيها سعرها يكون بسيط، مع ان ما عادش في حاجة بسيطة حتى عند العطار، الحاجات بقت غالية. خلاص كده خلصت. ده شكلهم النهائي، شكلهم حلو جدا وكيوت كده. حطيت بقى لزقة كده على الغطا وبدأت اكتب كده اسم الحاجة اللي جواه. انا كتبت على الغطا من فوق لان انا يعني ترتيبهم هرتبهم بطريقة تخليني مش هعرف اشوف الحاجة غير من فوق، فاهميني. ده شكلهم النهائي، شكلهم حلو جدا. يلا بقى كده بقى نرتبهم في الدرج بتاعنا. انا عندي هنا الدرج انا كنت مقسماه، بخليه الراجل اللي هو بيعمل لي المطبخ يقسمه لي كده عشان المعالق والحاجات يعني الادوات بتاعه المطبخ، منظم للمعالق وكده. بس هو الدرج كبير ماشي، ففي جزء فيه كان فاضي، فانا بقى فكرت قلت احط فيه البرطمانات بتاعه التوابل. انا كده هغلف الاول، احط مفارش كده في الدرج. ده مشمع كده كنت شارياه، برضو كنت شارياه ايام ما كان عندي الحوض اللي هو التاني، حوض المطبخ العادي يعني. كنت عايزة اعمل ستارة تحت الحوض، بس الحمد لله يعني ربنا بقى كرمني وعملت تقفيلة تحت الحوض، فجبته بقى استخدمه في كده. هنظم بقى البرطمانات بالشكل ده كده. علشان كده انا قلت لكم انا كتبت الاسم من فوق علشان ابقى اول ما افتح الدرج يبقى شايفة الايه، آه التوابل اللي قدامي، شايفة الاسم يعني واضح قدام. لو انا كتبت في على جسم البرطمان ما كنتش هقدر اشوف المحتوى بتاع البرطمان يعني. تمام. حطيت بقى الحاجات اللي هي الادوات بتاعه السكاكين والحاجات اللي هي بتاعه المطبخ اللي انتوا عارفينها ديت. قطعت البيتزا وبتاعه الليمون والمقشره بتاعه البطاطس والفرش دي والحاجات دي كلها يعني بتاعه المطبخ.
تمام. أنا باحط المعالق على الرخامة من فوق عشان تبقى سهلة برضه الأولاد الصغيرين لمّا بيحبوا ياخدوا الحاجة ما يقعدوش يفتحوا الدرج كل شوية، وكمان الدرج بيبقى فيه سكاكين وكده باخاف عليهم. خلاص ده بقى الشكل النهائي لتنظيم التوابل بتاعنا، أتمنى يكون عجبكم. نيجي بقى كده في ترتيب تاني درج من أدراج المطبخ. النهارده هانظّم كده العلب اللي أنا لسه عاملاها بتاعة أكياس الطعام، وهاجيب علب التلاجة برضه هانظّمها بالطريقة دي. هاحط كده العلب في بعضها، خلاص، كده مش هياخدوا مكان، ويبقوا سهلين برضه في الاستخدام. هاحط الغطيان كده بتاعة العلب على سيفها، واقفة كده على سيفها جنب العلب بتاعة التلاجة، بحيث إن أنتِ تاخدي العلبة وتاخدي من جنبها الغطا بتاعها يبقوا سهلين في الاستخدام. دي الكوبايات الورق بتاعة القهوة حطيتها بالشكل ده برضه كده وقفتها جنبهم. والشفاشق بتاعتنا بقى الشفاشق البلاستيك بتاعة العصير رصيتها برضه كده بالشكل ده. طبعًا العلب بتاعة الأكياس لمّا أحب آخد من الحجم الكبير هاشيل العلبة ديّة وآخد وأحطها تاني مكانها. ده كده الشكل النهائي للدرج، أتمنى يكون عجبكم التنظيم بتاعي وتكونوا استفدتوا من أي فكرة فيه. ندخل بقى الفكرة الرابعة. هاجيب كده قطعة خشب صغيرة، أي قطعة خشب عندِك، خلاص، ومسمارين 2. هابدأ كده أدُق المسمار، بس مش هاخلّيه يوصل للناحية التانية، أنا هادُق كده على أول الخشبة بالضبط، وأبدأ كمان أعوجه سِنّة كده بالشاكوش. تمام. هنعمل كمان المسمار التاني نفس الشكل، هادُقه كده بس مش هاوصّله للناحية التانية، وهابدأ كده أعوجه على جنب شوية. تمام. ده بقى شكلها وهاستخدمها كده في المطبخ الخشب عندي، هادُقّها كده في باب الضلفة من فوق، من فوق أو من تحت، يعني لو عندِك من تحت خشب برضه ممكن تعملي الحركة دي. هادُقّها بمسمار من النُص، وهابدأ كده أعلّق عليها الحاجات بتاعة المطبخ اللي عندي، الحاجات اللي هي الرفايع اللي بتبقى عاملة بقى كركبة في الإدراج، أو مثلًا أنتِ مش عايزة تعملي زحمة على الرخامة برضه تحطّهم في حاجة على الرخامة، فالفكرة دي حلوة جدًا. طبعًا اللي مطبخها ألومنتال ومش هينفع تدُق مسامير فيه، فالفكرة دي حلوة برضه. دي كانت على بعضها كده ب25 جنيه، فيها كتير، يعني الواحدة ممكن تكون واقفة ب2، 3 جنيه. بتعلّقي برضه عليها كده الحاجات ويبقى شكلها حلو برضه في المطبخ. كانت في أختي كاتبة لي تعليق إن الحاجات ديّة هي حاطاها منظّماها في علبة كده على الرخامة، وعاملة لها برضه زحمة. فلو عندِك الرخامة صغيّرة أو عليها حاجات كتير ومش عايزة تزحميها أكتر، فالفكرة دي حلوة هتوفّر لِك مساحة في الإدراج ومساحة كمان على الرخامة. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، تكون الأفكار اللي فيه سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتقدروا تنفذوها بسهولة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. حبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.